مشاهدينا مشاهدين جريدة موقع المصدر نيوز، احنا معانا المطرب الجميل وائل فاروق. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، وانا سعيد النهارده بالتكريم الجميل ده، وشيء جميل جدا لما يجي التكريم من اسم زي مهرجان اخبار النجوم الدوليه، فدي حاجه تسعدني جدا جدا يعني. طب ايه رأي حضرتك في المهرجان النهارده؟ لا، المهرجان جميل جدا طبعا. اخبار النجوم الدوليه اسم ليه باع كبير طبعا، باعتبار طبعا هو كان شيء مشترك مع مجله اخر موضه، ومجله اخر موضه دي من المجلات التاريخيه اللي احنا كنا بنشوفها من واحنا عيال صغيره يعني. فطبعا شيء جميل واسعدني، وشيء جميل طبعا ان انا اكرم كافضل مطرب في 2024 عن كليب الجديد اللي نزل، اللي هو كليب كلمني ولو بعينيك. واللي اسعدنا اكتر ان الكليب كليب رومانسي، كليب الاغاني اللي احنا نعرفها اللي فيها لحن وغنى وتوزيع، بعيد عن النبت الشيطاني اللي موجود، اللي هي اغاني المهرجانات اللي دخلت وفسدت الذوق العام. والله اعلم ظاهره تنتهي امتى، الله اعلم. الله اعلم. طب حضرتك ممكن بقى تسمعنا كلمه بصوتك الجميل؟ نقول جزء من الاغنيه اللي كرمت عنها يعني. اوكي. خليني اقدر اعيش دمعك عمري ما يكفينيش، وكلامي ما يساويش، مش هقوله خلاص وكفاية، بس اناديك يا حبيبي مش كتير عليك. انا عينيا بتخبيك من عيون كل الناس. شكرا لحضرتك على الصوت الرائع ده. طب حضرتك لو هتوجه كلمه للدكتور علاء البلتاجي على المهرجان الرائع ده تقول له ايه؟ طبعا انا بشكره جدا الدكتور علاء البلتاجي، وبشكره ولن انسى الكلمه اللي هو قالها لي في البدايه. قال لي احنا اخترنا الاغنيه بتاعتك الحمد لله رب العالمين. اي نعم الاغنيه عدت مليون مشاهده على تيك توك، ودخلت في نص مليون او اكتر على الفيسبوك، لكن الكلمه اللي قالها لي واسعدتني جدا اللي احنا بنكرمك لان انت بتقدم فن بجد. فانا بشكره عليها جدا جدا جدا، وبشكر الدكتوره مروه نور الدين، بشكرهم جدا على التكريم، ويا رب دايما تكون سنه حميده يتم تكريم كل متميز في مجاله باذن الله. شكرا لحضرتك على اللقاء ده. ميرسي ميرسي، شكرا. كانت معكم سهى عاصم، موقع جريدة المصدر نيوز.